الله مساءكم أحبتي المستمعين الكرام ومتابعينا الأحبة، وحلقة جديدة من البرنامج الرياضي مان تو مان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة هنا كربلاء على تردد 99.9، وكذلك عبر البث المباشر لصفحة الفيسبوك إذاعة هنا كربلاء. ضيفي في حلقة هذا اليوم نجم من العيار الثقيل، لاعب ومدرب كبير ترك اسما مميزا في تاريخ الرياضة العراقية، ولكربلاء كانت محطة مميزة جدا. ضيف حلقة هذا اليوم الكابتن النجم فؤاد جواد، فأهلا ومرحبا بك كابتن. أهلا وسهلا بك أستاذ حبيب. سعداء جدا وشاكرين لك لقبول دعوة برنامج مالتوما. أنا أسعد بك. الله يسلمك. كابتن فؤاد، يمكن اليوم احنا الأجيال تغيرت، وأكيد اليوم عندنا الجيل التسعينات والألفينات اليوم بدوا يعني ظهروا للساحة بهذا الوقت، ما لحقوا على الكابتن فؤاد جواد، ما عندهم نبذة عن الكابتن فؤاد جواد. فيا حبذا لو تعرف المستمعين الكرام من هو الكابتن فؤاد جواد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية فؤاد جواد محمد، لاعب سابق. تعرف أنت سابقا كانت السوشيال ميديا ما موجودة. نعم. التواصل كان عبر الجرائد أو المجلات، لكن الآن أصبح بسرعة البرق تقدر توصل، وخاصة توصل للشهرة. نعم. أول ما بديت كانت بدايتي مع نادي الهندية، بعدها لنادي الصناعة، نعم. ونادي كربلاء، نعم. بعدها لنادي النجف، ثم نادي الزوراء ونادي الطلبة، ثم الرجوع إلى نادي النجف والاحتراف مع نادي تشرين السوري. ونهاية يعني اللعب كانت موسم 2006، تعرضت للإصابة. أكيد تاريخ كبير طبعا من خلال وجودك كلاعب في هذه الأندية، وإحنا نشوف يمكن نادي الزوراء سابقا وحتى الآن مو نادي سهل إنه واحد يوصل له ويلعب أساسي. وأنا عندي معلومة أنت من خلال ما مثلت نادي الزوراء يمكن طيلة مسيرتك ما كنت جليس المصطبة، دائما كنت لاعب أساسي. الحمد لله. ورغم وجود نجوم كبار يعني في تلك الفترة، من لا يعرف الزوراء في التسعينات وهذا الزمن الجميل للاعبين. فعلا. كابتن، كيف كان التعامل في نادي الزوراء من قبل المدربين، من قبل اللاعبين؟ شلون ينظرون للاعب اللي جاي من المحافظات، اللي جاي من محافظة يمكن يعني خرجت كثير من النجوم، لكن اليوم فؤاد جواد اسم ظهر وبقوة وأخذ حيز كبير في نادي الزوراء. بداية لما رحت النادي الزوراء كان اكو لاعبين نجوم سابقيني بالنادي. نعم. مثل صاحب عباس. نعم. اوجه له تحياتنا الكابتن صاحب عباس وكابتن حسن عباس. فايضا كان الكابتن عماد محمد. نعم. فانت من تروح النادي اساسا اللاعبين نجوم سابقيك هم من كربلاء، فهاي العقبة تجاوزتها. ممتاز. يعني ما كنت اسم كربلاء كان نعم. لامع وموجود، والتعامل اللاعبين اللي سبقوني يعني والمستوى اللي قدموه الحمد لله والشكر. يعني الزوراء يختلف عن بقية الأندية. شنو اختلاف الزوراء؟ دائما ما نسمع هذه الكلمات من نجوم مثل الزوراء، تتحيزون لو فعلا اكو اختلاف في الزوراء؟ حقيقة بذاك الوقت تعرف يعني باعتقادي انه الزوراء هو كان يمثل الاحتراف الحقيقي. تعرف الملعب كان موجود عند نادي الزوراء، الجمهور المثقف، الدعم الموجود به، فوجهة كل اللاعبين نادي الزوراء والاسم والتاريخ والإنجازات، بالإضافة إلى أنه أنت حتى توصل للمنتخب نعم. لازم تمثل نادي بقيمة نادي الزوراء، تقدر من خلاله أنه تخلي رجل بالمنتخب. صحيح أنا رحت منتخب شباب عن طريق نادي النجف، لكن الزوراء ساعدني أنه المنتخب الأولمبي والمنتخب الوطني كانت البوابة من نادي الزوراء. فنادي الزوراء صح، أنا زورائي أشجع الزوراء مع احتراماتي لبقية الأندية الموجودة بالعراق اللي هم كلهم أسماء وتاريخ مثل الأندية الجماهيرية، لكن الزوراء أنا بداخلي أعتقد أنه هو النادي الأول بالعراق، مع اعتزازي وتقديري لكل الأندية الموجودة. هاي راح تسوين صدى. وطبعا حقيقة دائما ما نسمعها من اللاعبين ومن نجوم
سبق وأن كانت لهم تجربة مع الزوراء. بما أنه احنا جاي نتحدث عن الزوراء وعن نوارس، في تلك الفترة من هو أفضل مدرب مر على نادي الزوراء؟ حقيقة أنا ما أقدر أقيم المدربين لكن بعد أن مارست التدريب مهم. يعني اكو بعض اللاعبين ما يقدر يقيم المدرب، وهاي مو صحيح انه اللاعب يقيم المدرب. نعم. انت لا زلت لاعب كرة قدم، مهم. انت ما تعرف الجوانب الفنية وشنو تفكير المدرب. نعم. لكن بعد هاي التجربة الطويلة من التدريب اقدر هسه اقول لك فد شيء ونبذة مختصرة عن نعم. يعني احنا المدربين اللي اشرفوا على تدريبي فقط، لان نعم. انا ما اقدر اقيم لا تجربة. أكيد أكيد عن تجربتك وأنت كنت لاعب في صفوف الزوراء. يعني كان كابتن اكرم سلمان مهم. عملت معه، وكابتن احمد راضي الله يرحمه ابو هي، الله هذا يرحمه. الاسم التاريخ اللي ما اخذ مكانه الحقيقي، واللي اعتقد ما نصفه الرياضي. صح. وايضا الكابتن بعدها سلام هاشم مهم. ايضا درب بالزوراء، وكابتن عدنان حمد. ما راح اقول لك منو الافضل، لا أقل لي الأفضل من يعني أخليك تفكر، نروح ناخذ اتصال ونرجع. ان شاء الله. ألو مرحبا. السلام عليكم استاذ حيدر. عليكم السلام ورحمة الله. احمد جواد ابو جود. أهلا ومرحبا بك كابتن أحمد. شلونك انت؟ شلونك حبيبي؟ سلام من كابتن فؤاد. عليكم السلام. سلام لك حبيبي كابتن أحمد. السلام الكابتن لك. يسلمك. بس حبيت اشارك على اختيار المدرب لنادي كربلاء. نعم. استاذ حيدر يعني علقت لك على الصفحه الشخصيه مالتك. نعم. قلت يعني ايش معنى جاي تصورون كربلاء يعني؟ مهم. ليش جاي يجيبون مدرب قضى عمره مساعد؟ مهم. زين كربلاء ما تستاهل مدرب سوبر؟ طبعا تستاهل وتستاهل أكثر. زين انا راح اروح اتعاقد مع عباس عبيد اللي حسام فوزي قضى عمره يشتغل وياه، مم. يلا اذا هو مساعد. انا متكلم مليون راح اتعاقد يوم مساعد ما زين انت يوفروا لك اموال، محافظه وفرت لك، ليش ما انطي ارض المدرب عباس عبيد؟ زين اختيار موفق، اذا كان حيدر عبودي اذا مو سالت اقاله يعني مو انا اللي عرفت اقاله طبعا حيدر عبودي مو استقاله. نعم. طبعا احنا حسام انا راح اقول لك اياها، اختيار حسام فوزي فاشل وما يليق بكربلاء، وراح ننافس على الهبوط، راح نرجع بالملعب القديم، والضحيه الوحيد هو الجمهور. مهم. واذا ما تتغير هاي الاداره ما راح نادي كربلاء يليق مستوانا. يا والله أحمد، العظيم اختيار غير أحمد. موفق ابدا ابدا. احمد اني خليني اقول لك شغله. حاليا احنا يعني القرار هو مو بيدنا ولا بيد الجمهور ولا بيد المتابعين للشان الرياضي. خلص الاداره اتخذت قرارها، وهو قرار راح تتحمله تبعاته هي الاداره. احنا اليوم علينا كجمهور يا احمد، علينا كجمهور خلي ندعم المدرب الحالي وندعم اللاعبين، نعطيهم جرعه من الامل، نعطيهم دافع معنوي، وننتظر من عندهم ورا الانتقالات شنو اللي راح يكون، لان اليوم يعني ما باليد حيله بعد. صار هذا ربنا ندعم دعم المحترفين من البدايه قلت لكم فاشلين، صح. ودعمنا معاهم بالمفاسدين، ونظل ندعم وجرعه امل، ليش ما نخلي النقاط على الحرف الى متى؟ يعني مو احنا احترقت قلوبنا، انا عبد واركض وراهم بغداد البصره واربيل الى متى؟ والله العظيم يعني استخدمونا حتى للتشجيع، نظل بس جرعه امل يعني ليش ما نجيب عندنا فلوس ونجيب مدربين ونجيب لاعبين، دولات لاعبين الزهراء نايمين بالاحتياط، لاعبين الجويه، لاعبين هوك، اجيب لاعبين يا اخي ليش؟ مو اسمه فلوس، ليش تجيب لي لاعب منتهي اكسباير؟ اجيبه يكون قليل اجيبه. نعم. ليش ما اجيب لاعب السوبر؟ والله عيب، لا اله الا الله طلعونا من ان شاء الله راح يكون طبعا من محاورنا اكيد هو محور نادي كربلاء وقرار التسميه الاخيره، ونسمع راي الكابتن والنجم فؤاد جواد بهذا الموضوع. شكرا لك يا احمد، واتمنى لك التوفيق، وانت واحد من اصحاب الغيره والتشجيع الجميل من جمهورنا الكربلاء. شكرا لك مره اخرى. الله يسلمك حبيبي. شكرا جزيلا. نعم كابتن فؤاد. طبعا احمد راح ناخذ ايضا هذا المحور في جزء اخر من الحلقه، لكن نرجع الى موضوعنا. من هو المدرب الافضل يعني من خلال اسلوبه في التعامل مع اللاعبين، من خلال التكتيك اللي يوضعه خلال المباراه؟ ارجع مره ثانيه اقول لك انا اقل قيمه منه انه اقيم المدربين اللي اشرفوا على تدريبي واللي هم اسماء، كلهم اسماء محترمه اكيد. ما راح اقول يعني انطي اميز واحد على الثاني، لكن كان الكابتن عدنان حمد له فكر خاص، واعتقد انه كان يعني المدربين المميزين
بالعمل، إضافة إلى الكابتن أكرم سلمان اللي هو قيمة وقامة كبيرة. يعني أقدر أقول أكتفي بهذا القدر. طبعا اكيد الكابتن يعني حقيقه عدنان حمد كثير من النجوم تحدثوا عنه وهو يستحق، وكذلك الكابتن اكرم سلمان. معي اتصال هاتفي اخر من الكابتن حيدر النجم. الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك كابتن؟ الله يحفظك ويسلمك. سلام الكابتن فؤاد جواد. عليكم السلام. كابتن. انا من مشجعين الزهراء، ملتقي بالكابتن. نعم. كان نادي النجف وكان المرحوم حامد كاظم. صح. فاليوم صاحب ثياب السياره وقال له باقي احتياط الوزاره وقال راجع للنجف، من راجع اعتراف وواقع استغناء. يمكن يتذكر لا؟ اكيد يتذكر الكابتن. لا كابتن لا. فؤاد تتذكر هيك حادثه؟ لا، صارت مشكلة مع نادي النجف مع نادي النجف ما توقف استغناء. اتذكر انا كنت موجود. المهم احنا حديثنا عن المدربين، وبما انه كابتن فؤاد هسه مدرب. نعم. فاليوم من الايام انا مشجع الزهراء وانا صغير. نعم. فالكابتن عمو بابا الله يرحمه قال الزوراء ما يحتاجون مدرب، لان الزوراء كانت تتذكر كابتن فؤاد وكلكم تتذكرون شنو التشكيله كانت عندهم. نعم. اسماء كبيره نجوم. فقال ما يحتاجون. هسه الوقت الحالي كابتن ترى والله عيبنا مو ترى مو بالمدربين، والله مو بالمدربين، جوده اللاعبين. يعني لاعب يعني المدرب بس. انت يعني معقول هسه انت اللي كان يدرب كربلاء منهم مو كان عباس عطيه؟ نعم. ومن المساعد مال ثاني؟ انا حيدر عبودي. اعقب على كلام اللي قبله على حسام فوزي. نعم. حيدر عبودي كان مساعد. حيدر عبودي مو مساعد وسوى الكربلاء السنه اللي راحت، مو هو اللي خلاهم بالممتاز. نعم. صح؟ نعم صحيح. فما يحكم عليه انه كان مساعد ولا كان مدرب. اخي عقليه المدرب هو على حساب كابتن فؤاد. مو هسه يقيمه واحد للمدرب، التقييم من اثناء يستلم التدريب ويشوف انه هذا صحيح تدريبه لو مو صحيح، مو من هسه يحكم. يعني انت تقول من الصعب الحكم مبكرا على تجارب المدربين الا ما بعد ياخذ وقت. يمكن يدني على هذا الكلام. دائما اكو لاعبين ترى يقدمون للمدرب. صح. ويشوفهم يغيرون، حتى نفسيه اللاعب تتغير. فعلا. احنا دائما نفس المدرب نفس العقليه نفس الشيء. فان شاء الله بلكت الله لان حسام فوزي يغير شيء للكربلاء ان شاء الله. وماكو لا. وهذا كان يعني حيدر عبودي شنو قبل كان يدرب منتخب وجسلم كربلاء. لا هم مساعد مدرب وجسلم ووفقه الله. بس هالسنه لاعبين جوده اللاعبين يا اخي مو كل شيء بالمدرب، والله مو كل شيء بالمدرب. فعلا كلامك صحيح، ونتمنى التوفيق طبعا احنا لكل مدربين الاعزاء للكابتن فؤاد جواد. ان شاء الله هم نشوفه بمهمه تدريبيه، لان كابتن فؤاد اسم كبير ويستاهل والله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا شكرا جزيلا لجميع المتصلين. كابتن فؤاد، بما أن الحديث لا زال عن الزوراء ونتحدث عن المدربين ونتحدث عن النجوم، اليوم شلون تشوف كرة القدم بالعراق؟ تشوف اكو عندنا بعد مواهب مثل الفترات السابقة، اكو عندنا نجوم، اكو عندنا لاعبين. اليوم وين الخلل؟ يمكن حتى من خلال كلام المتصل يقول اليوم الخلل مو فقط بالمدربين، الخلل يعني جودة اللاعبين. اليوم ما عندنا لاعب بقيمة فؤاد جواد او بقيمة حبيب جعفر او بقيمة ليث حسين. برأيك هل هناك خلل باللاعبين او فعلا الخلل ببعض المدربين؟ بداية قبل لا استرسل احب اعقب على الكلام اللي قاله الاخ حيدر. قال انه لو باقي بنادي الزهراء او بالعكس نادي النجف اسم ومن افضل الانديه على مستوى العراق. بالعكس تجربتي مع نادي النجف هي من افضل التجارب اللي خضتها. ويعني نادي النجف كان له الفضل الكبير عليه بهذه المرحله والمكان اللي وصلتها. لكن كان عائق الاستغناء الدولي. يعني كان عندي احتراف خارج العراق فقط لا اكثر ولا اقل. فاحب اوجه تحيه لنادي النجف. تحياتنا لنادي النجف ولكل جماهير ومحبي وداعمين نادي النجف. ايضا يعني اعتذر منك كابتن، ناخذ اتصال هاتفي ويبدو حلقة اليوم يعني بضيفها المميز راح ناخذ اتصالات كثيرة. الو مرحبا. الو مرحبا، معي الكابتن كرار. السلام عليكم استاذ حيدر. عليكم السلام ورحمة الله. وياي نجم نادي كربلاء كرار صالح.
تحياتي لك وللكابتن الحبيب القريب عن القلب كابتن فؤاد. حبيبي تحياتنا لك حبيبي كابتن كرار كرار، غارد. تحيات الكابتن لك. شلونك كابتن، شو اخبارك؟ الحمد لله مشتاق لك حبيبي كرار. الله يحفظك. الله يعني احنا في شهادتنا مجروحه كابتن فؤاد، يعني هو علم من اعلام الكره الكربلائيه وعلم من اعلام الكره العراقيه، مدرب يعني على مستوى، يعني مو مملقا ولا مجاملا، بس يعني انا تدربت وياه وشفت تدريبه شنو. أشكرك حبيبي كرار، شهادة هاي من عندك. أنت اسم كبير ولاعب مميز وخلوق، وأنت قائد بالملعب، وهو يعني محظوظ المدرب اللي يلقى نوعية لاعبين مثل الكرار صالح. شكرا جزيلا لك كابتن كرار، واحد ايضا من نجوم نادي كربلاء، و يعني كثيرا ما قدم لنادي كربلاء من خدمات مميزة، وايضا لا زال يقدم بعض العطاء لفرقنا الشعبية. كابتن فؤاد، تحدثنا عن موضوع جودة اللاعبين، اليوم اكو اختلاف بجودة اللاعب عن الفترة السابقة؟ بالنسبة لموضوع جودة اللاعبين، احنا او بداية نفتقد للأساسيات لنشأة اللاعب. تعرف انت عندما تريد لاعبين مميزين انت لازم تعتني ببعض الامور اللي هي تهيئ اللاعب الى ان يكون لاعب محترف. تعرف احنا نفتقد للاكاديميات، نفتقد للدوريات اللي بدت حاليا بوجود كابتن عدنان درجال، بدت الدوريات الشباب والناشئين. فلازم احنا نعتني بالفئات العمرية. الفئات العمرية هي النواة، فانت لما تعتني بالفئات العمرية واللاعبين، الخطأ الأكبر اللي يصير عندنا أنه بالفئات العمرية اللي هو الأشبال والناشئين والشباب يجيبون مدربين شباب، وهذا خطأ فادح جدا. أنت هاي الشريحة تحتاج مدربين خبرة، مدربين ذو اختصاص، مدربين يوصلون المعلومة للاعب، مدربين حتى ينشأ اللاعب معاهم نشأة صحيحة. احنا بدنا نجيب مدرب يعني هو لاعب شاب عمره 17 سنة والمدرب ماته عمره 25. الفترة أو العمر التدريبي المدرب اللي دا يشرف على تدريبه هو قصير، يعني هو يحتاج له وقت حتى يتعلم. المعلومة ما توصل بالصورة الصحيحة، فراح يصير عندنا جيل هجين، جيل بتشوهات. ليش ما نشأ من تشوف بكل دول العالم مدربين الفئات العمرية هم مدربين ذوي الخبرة، مدربين الأسماء، المدربين اللي أشرفوا على أندية. فهذا الشيء نشوف انت ما شاء الله بانديتنا، مع احترامي وتقديري واعتزازي بكل المدربين الشباب، لكن انت قبل لا تنطيه انه يدرب لازم يدخل الدورات التدريبيه ويسلح نفسه ويعمل مع مدربين ويدخل حتى يوصل المعلومه. هذا الامر الاول. الامر الثاني انه حاليا لازم تكون النوعيه افضل. ليش؟ بالوقت السابق كان اساس الملاعب ماكو، ما موجوده. الأمور اللي توصل المعلومة للاعب حتى من خلال المباريات أو التواصل من خلال السوشيال ميديا أو توصيل المعلومة أو الدورات التدريبية للمدربين، وكل هاي الأمور اللي حاليا توفرت كانت سابقا ما متوفرة. لكن قيمة اللاعب الحقيقية اللي كانت هو أنه اللاعب متأسس صح، كان طموحه. شوف كان دور الشباب، وانا لعبت ناشئين ولعبت شباب. الدوري تحس ان نفسك انه هذا نهائي يكون مباراة. ليش؟ لان كان المدربين اللي يشوفون علينا يختارون النوعية وليس الكمية فقط. يعني تجي انت بالاختبارات تلقى 60 70 100 150 لاعب يختارون من عندهم فقط. انا اذكر بنادي كربلاء احنا الله يرحمه الكابتن سعيد دارمي الله يرحمه، بالشباب كنت اني ومشعان وكريم عبد الزهرة، سيد فداء، كاظم محمد، يعني مهند، كل احنا فريق كامل. كنا قبل الموسم او موسمين نلعب الشباب، احنا 13 واحد رحنا للفريق الاول. 13 لاعب من الشباب لعبنا للفريق الاول، بينما انت تجي حاليا ما تقدر تصعد من الشباب جزء واحد، وحتى اذا صعدت راح يبقى قاعد الفرصة يفتح. احسنت. الفرصة اعتقد انه هذا الامر يحتاج دراسة واختيار مدربين نوعية يعني للفئات العمرية حتى نقدر نوصل للي احنا يعني نريده من عندهم.
كابتن، يعني على هذا الموضوع، يعني حتى سابقا كنا نشوف دائما المدربين الكبار بالعمر اصحاب الخبره مثل ما ذكرت، يعني هم اللي يقودون الناشئين الاشبال، يسوون اكاديميات. وخير مثال وخير تجربه الكابتن المرحوم عمو بابا الله يرحمه، كان ياسس ويخرج اجيال من اللاعبين. وفعلا اليوم احنا نشوف، يعني انا ما اعرف، هاي هم رساله الى بعض الانديه، كل الانديه والله كل الانديه. يعني انت اليوم من تختار مدرب للفئات العمريه، تجامل مثلا تجامله براس النادي او براس المصلحه العامه، اذا هو مثلا هو عمره كلاعب يجوز 15 سنه كلاعب، اجى لزم فريق ويريد يعد اجيال ويعلمهم، يعني ما اعتقد هاي الطريقه الصحيحه. بعد ما شاف عن كره قدم، بعد ما شاف عن كره قدم، بالتالي شلون راح يصنع لي لاعب؟ شلون راح يطلع لي لاعب عنده مهاره، عنده اساس صحيح؟ بالتالي هذا راح ينعكس على الخط الاول. واحنا اليوم نشوف هواي من المراكز، يعني حتى نادي كربلاء يعاني من الكثير من المراكز بسبب عدم وجود لاعبين، وهي بالاساس ترجع على النادي اللي ما استطاع ان يخرج مجموعه من اللاعبين. كابتن فؤاد، خلينا نروح ناخذ فاصل ونرجع مرة أخرى لحلقة هذا اليوم. أحبتي المستمعين الكرام ومتابعينا الأحبة، نروح إلى فاصل قصير ومن بعدها نعود لنكمل الحديث. عودة من جديد لكم أحبتي المستمعين الكرام ومتابعينا الأحبة، ولا زلنا متواصلين في حلقة هذا اليوم المميزة جدا بوجود ضيف مميز الكابتن فؤاد جواد. ونروح نقرأ أيضا رسائل وتعليقات الأخوة المتابعين. سراد يقول موفقين يا رب. أحمد يقول الحبيب كابتن فؤاد. شهد تقول يستاهل كابتن فؤاد كل التوفيق يا رب. عباس سعيد يقول موفقين. أيضا الأخ صفاء قطران يقول حلقة مميزة بحضور الكبير والخلوق كابتن فؤاد جواد، نتمنى لكم التوفيق، شكرا جزيلا. عبد الله عباس يقول كابتن فؤاد جواد مهاجم فذ، ربي يحفظك كابتن. شكرا جزيلا لكل من يتواصل معنا وعبر أثير إذاعة هنا كربلاء على تردد 99.9. كابتن، المدرب يعني بهذا التاريخ الكبير للكابتن فؤاد جواد، وسبق له أن قاد عدد من الأندية كمدرب، يوم وين من الساحة؟ أعتقد أنه لحد الموسم السابق أنا كنت موجود. نعم. خوض تجربة، كانت عندي تجربة سياسية انتهت حاليا، هذا كان السبب الرئيسي. يعني هذا التوقف فقط. التجربة السياسية أنا أيضا يعني خالها في محور حلقة هذا اليوم راح نتحدث فيها، لكن خلينا نتحدث اليوم طريقة تسمية المدربين كابتن. ما هي المعايير والشروط اللي تلجأ لها الأندية لاختيار المدرب؟ أكو فد نظام؟ يعني اليوم أشوف أنا الكابتن فؤاد جواد مثلا أرجع إلى تاريخه كلاعب كمدرب وأختار الكابتن فؤاد جواد، أو أكو طرق أخرى؟ شوف، بالنسبة للمعايير باختيار المدربين هي خاصة بالأندية، ليست معايير عالمية. الدليل أنه أنت تشوف مدربين بين ليلة وضحاها يظهر للساحة، مدربين كبار وسابقين أساسا هم ما موجودين. يعني أنت تشوف مدربين عندهم بطولات وعندهم إنجازات قد يكون ما يحصل فرصة حقيقية للتدريب. وعلى العكس كابتن أقاطعك، نشوف مدربين يتداورون على الأندية. أكيد، هي حتى سبب نجاح المدرب هي الهيئات الإدارية. يعني المدرب يخسر مباراة طبعا. بعض الأندية، تحياتي للكابتن أحمد صلاح، الكابتن أحمد صلاح، كابتن لؤي صلاح، اللي عكسوا صورة إيجابية عن المدرب الشاب. سبب نجاحهم إداراتهم.
يعني من خسر مره واثنين وثلاثه واربعه ما طلع. اكو عندهم صبر على المدرب. احسنت. ليش؟ لان الفكر عنده فكر ناضج ومتطور. نعم. من خسر لؤي لعبه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وتعادل، وهسه لؤي صلاح بمركز 17 ما يطلعوا. هذا لازم اكو صبر للمدرب، خاصة انه انت من تدخل هاي العملية الدوري العراقي طموح الاندية تختلف. يعني بعض الاندية اللي بالمؤخرة او بالوسط طموحهم البقاء، اما بعض الاندية اللي موجودة اللي هو الجماهيرية هو طموحها المنافسة على الدوري. لازم يكون الفريق الجماهيري هو اكثر ضغط من الفرق اللي هم بالوسط او المؤخرة المناطق الدافئة، اللي دا نشوفه انه اكثر الاقالات واكثر التغييرات هي بالفرق اللي بالوسط والمؤخره. ليش؟ لان يعني يريد يحقق هاي الفرق تاثير الجمهور عليها، والادارات تحس بحرج من هذا الموضوع. بعض الامور اللي على اساس اختاروا المدرب احتمال كانت غير صحيحه. فانا رايي هسه انا كمدرب حتى وين ما ادرب، نصيحتي ودعوتي لكل الإدارات أنه يصبرون على المدربين ويعطوهم الفرصة الكافية حتى يحققون الأمور اللي هم يطمحون إلها. كابتن، ذكرنا مفردة الجمهور. الجمهور حاليا أكو جمهور يتدخل في عمل الإدارات، يفرض لاعبين، يفرض مدربين. سبق أنه يعني عايشت هيك تجربة؟ بالنسبة للجمهور يفرض مدرب ما أتصور، لكن الجمهور يطلع المدرب ممكن، بس انه الجمهور يستقطب مدرب صعب، الا في اكو بعض الحالات وحالات نادرة ما راح اذكرها. لكن انه الجمهور له تأثير بانه اخراج المدرب، نعم له تأثير. ليش؟ لان الادارات راح تكون تحت الضغط، فحتى يرضون الجمهور راح يكون الضحية هو المدرب. واكو بعض يعني موجودة هاي الحالات، موجودة اكيد. طيب، اليوم الساحة نشوف بها كثير من المدربين، ويعني مدربين من مختلف يعني محافظات العراق. نشوف اكو اسماء، نشوف اليوم مدربين من النجف يقودون أندية، نشوف يعني تركوا بصمة. وين المدرب الكربلائي من الساحة الآن؟ يعني ما عندنا مدرب يقود فريق أول. اكو ضعف بيكم انتم كمدربين كربلائيين، وبالتالي حتى الأندية يعني ما تفاتحكم بموضوع انه تدرب نادي. يعني على الأقل مثلا على سبيل المثال نادي كربلاء، اليوم احنا نشوف تسمية إدارة نادي كربلاء لكادر من خارج المحافظة كمساعد وكمدرب خط أول، وعندنا احنا كثير من الأسماء. ما هي الأسباب؟ يعني السبب الرئيسي، أنا أعزو السبب الرئيسي إلى الهيئة الإدارية لنادي كربلاء. مو هم السبب انه ما طلع المدرب الكربلاء، لا بالعكس. لكن انت من تستقطب مدربين من خارج كربلاء، من ضروري انه انت يكون مساعد المدرب من كربلاء. انت تصور انه كل سنة او كل سنتين راح يعمل مدرب او اثنين. نعم. راح يظهرون للساحة. نعم. راح يكونون قريبين على الحدث. راح يشوفون الدوري والامور اللي موجودة، المعلومات اللي راح يكسبوها من المدربين اللي يكونون موجودين. نعم. اللي بدنا نشوفه انه المدرب الكربلائي صعب انه يوصل لنادي كربلاء. يعني هسه المدرب الكربلائي يقدر يوصل لاي نادي بالعراق، لكن ما يقدر يوصل للنادي كربلاء لانه اعتقد انه ارض محرمة. ارض محرمة كابتن؟ طبعا. ليش؟ انا اقول لك ليش. احنا حاليا شوف، انا بالنسبة لي كمدرب خضت تجربة. نعم. مع نادي كربلاء. تعرف انت كانت سابقة على مر التاريخ ما صاير انه انت مباراتين يطلع المدرب. مع العلم انه كل الفريق اللي انا استقطبته اللي كانوا يقولون عليهم لاعبين وذولا شنو لاعبين سيئين، هذول اللاعبين هم اللي صعدوا الفريق. باقر عطوان ومصطفى راضي وميمي، هذول كانوا من الاستقطابات اللي عابوا عليه كثيرا انه انت تستقطب لاعبين ما عندهم خبرة. كمارة، مرشد، مرتضى، يعني أحمد، كل الفريق اللي هو اللي صعد للدوري الممتاز
هو فريقي، هو استقطاباتي. لكن حتى كلمة شكر ما توجهت، بالعكس جابهنا الأمر وتقبلنا بكل رحاب الصدر، وخلص المدرب اللي يعمل بهذا المجال يتوقع أنه أكيد طبعا، وهذا عمل احتراف. شوف، من أفضل الأندية اللي تخرج مدربين على مستوى العراق هو نادي النجف. نادي النجف محتضن كل أبناء النادي اللي عملوا. أنا أبسط شيء راح أعدد لك. نادي النجف حيدر النجم مدرب. نعم. عبد الغني شهد، تحياتي لهم، مدرب. اللي تخرجوا من نادي النجف: سلمان حسين مدرب، حسن الجواد مدرب، ماجد نجم مدرب، حيدر عبودي مدرب، فلاح حسن مدرب، ضياء فالح مدرب، علي عمران مدرب، جاسم سلطان مدرب، والقائمة تطول وتطول تطول. كل مدرب يجيبوه يستقطبون نادي النجف يخلون المساعدين 2 من ابناء النادي اللي هم عندهم شهادات لازم يصيرون. فاي مدرب يجي استلم، اي مدرب استلم المدرب المصري اعتقد بنادي النجف. نعم. اعتقد 3 هم المساعدين او 4 هم من ابناء النادي. اللي قبله 4 من ابناء النادي، اللي قبله 4. وبالتالي انت تشوف نادي النجف من افضل الانديه اللي تخرج مدربين من ابناء المحافظه. اذا ما كان هو الافضل. اذا ما كان هو الافضل. نعم. احنا اذا نريد ننتج مدربين بنادي كربلاء، نعم، كل مدرب يجي من خارج المحافظه نعم، الزاما انه يكون المساعد المدرب هو من كربلاء. ما شاء الله احنا اذا اعدد لك اسماء المدربين: عندنا حيدر يحيى، نعم، عندنا حسن عباس. مو اخذ فرصه الكابتن حيدر يحيى؟ حسن عباس ما اخذوا فرصه؟ اخذوا. نعم. وانا راح اقول لك مدربين اخذوا فرصه بس يدربون. يعني الكابتن حسن ما اخذ فرصه؟ اكيد. دربوا ب10 انديه اخذ فرصه وتجي الفرصه. نعم. او غيره. بالعكس احنا ما نقول تعال جيبه مدرب اول كمساعد. حتى تطور المدرب الكربلائي. نعم. ضروري انه تنطي. كابتن علي، استوقفتني يعني مفردة انت ذكرتها وتريد تعبرها. ايوه ارض محرمه، يعني شلون ارض محرمه واحنا نشوف الكابتن سعد مشاوي لي موسميا هو مساعد؟ لا ما كان، مو قصدي الاداره. شنو كل مدرب يجي من خارج كربلاء يفرض الكادر التدريبي هو الكادر اللي يعمل معه حتى ما تنفهم الفكره خطا. نعم. كل المدربين اللي يجون من نادي كربلاء محضر الستاف كامل انه هو لازم يجيب الستاف، وهذا الشيء لازم يعني يصير بنوع من الاداره لازم تتدخل بالموضوع. تقول له انا اتعاقد وياك كمدرب، لكن انا عندي مدرب حراس، انا عندي مساعد مدرب، انا عندي كذا. صحيح احنا نفتقد حتى مدرب لياقه، عندنا دكتور صابر، عندنا دكتور محمد عباد، عندنا جاسم ومحمد، عندنا علاء عوج، عندنا كاظم ومحمد، عندنا حتى كمدربين ما شاء الله كل التوفيق. كابتن منيب، يعني الكابتن عماد محمد اللي نتمنى له كل التوفيق، هو مدرب كربلاء. ايضا لا تنسى في مرحله من المراحل الكابتن حيدر يحيى قائد نادي كربلاء وحقق بها مركز واختار افضل مدرب شاب بالدوري. فهاي احنا لا فشل واحد ننهي مسيره مدرب كامل. احنا عندنا مدربين ما شاء الله، اذا اعدد لك هسه اعدد لك بالعشرات مدربين كلهم صاحبين امكانيات ويقدرون الانديه. اليوم العلاقات والمحسوبيه وايضا علاقتك بوكيل اعمال اللاعبين، هل هي لها دور مؤثر انه اليوم يتم تسميه الكابتن فؤاد جواد او حيدر يحيى او كذا مدربين؟ هاي يعني ممكن انتم علاقاتكم قليله ببعض اصحاب القرار؟ لا ممكن انه احنا تكون علاقاتنا قليله، لان احنا نحتاج وقت حتى نكون محترفين. انا اعتقد انه كل مدرب يحتاج وكيل اعمال. نعم. كل لاعب يحتاج الى وكيل اعمال حتى نتطور نرتقي بالفكره. نعم. لكن تقول لي انه هذا السبب انه ما تدرب، لا ما اعتقد اكو اداره بالعالم نعم. تجيب مدرب هي مدرب سيء او تريد نتائجها تكون سيئه. لا طبعا مستحيل، الادارات تريد الافضل. فاحنا ما نعزي كل الاخطاء فقط للادارات، ايضا اللاعبين، بعض اللاعبين اللي يتحملون بعض المدربين. هي عمليه تكامليه، الكل لازم يتحمل مسؤوليته. وذاك اليوم كان تصريح اكو شجاع الاستاذ احمد هدام كان رئيس الهيئه الاداريه، قال انا اتحمل كل المسؤوليه. نعم. هذا تصريح شجاعه هاي هذا انت من تنظر له بالعكس باجلال، وتقول هذا احنا وصلنا بدينا نوصل لمراحل متقدمه من هذا. بس من تخلي اللوم فقط على المدرب وفقط على اللاعب وفقط على لا هذا الشيء مو صحيح.
نعم. كابتن، أيضا موضوع مهم، موضوع المبالغ المادية الآن، العقود، كيف تراها بالنسبة للاعبين؟ هل هي استحقاق؟ يعني اللاعب الآن نسمع احنا 600 مليون مثلا لفلان لاعب لعقد مدة سنة أو غيرها من المبالغ. هذه المبالغ لو نقارنها في زمن الكابتن فؤاد جواد، شوف أكو نسبة وتناسب، وين كان ممكن ايش قد يصير مبلغ اللاعبين في جيل ال90؟ شوف، بالنسبة للمبالغ المالية أنت لازم تواكب التطور. لازم تواكب التطور. نعم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قيمة العملة أيضا لازم تخليها ببالك. لكن تقول لي أنه أكو بعض اللاعبين ما يستحقون هاي المبالغ، فعلا أكو بعض اللاعبين، لكن بعض اللاعبين يستحقون. إذا تيجي تقيس النسبة اللي كنا إحنا بوقتنا وتقارنها، لا، نسبة يعني ماكو تقارب بالنسبة. هسه حاليا أكو بعض اللاعبين وصلت مبالغ خيالية، لكن باعتقادي أنه هذا الشيء أنا إيجابي أشوف. يعني أتمنى أنه كل اللاعبين يتقاضون مبالغ مادية، ما يوصل للمرحلة أنه يسد حاجته فحتى يصب كل اهتمامه لكرة القدم. تدري أنت إذا اللاعب ما تنطيه قيمته راح يروح. احنا قبل أتذكر بنادي كربلاء، أوجه تحياتي لأصدقائي، بعض اللاعبين كانوا يجون الملعب ماله. نعم. فيجون للتمرين. تحياتي للكابتن فاضل عبد الحسين، تحياتنا الكابتن كان مدربنا. فيجون لاعبين فضل عبد الحسين، فضل ابو الماشي. اي طبعا، استاذنا وصاحب فضل علينا. فيجون تعبانين، يابا قال انا هسه طلعت جاي من العماله حتى ما لحقت اسبح. فيجي فانت ليش؟ لان ما تقدر توفر له القيمه. لكن هسه حاليا من تنطيه 500 مليون ما راح يروح يشتغل عماله او يشتغل، لا راح يكرس كل اهتمامه بكره القدم. طيب، ما دام احنا جاي نحكي بالفلوس، كابتن، لو هذه المبالغ في زمنكم موجوده، ايش قد كان ممكن يكون عقدك، المبلغ اللي تقبل به؟ لا، هي الموضوع سابقا ليس موضوع مادي. الموضوع سابقا كان موضوع شغف. اشوف كل اللاعبين واحنا من ضمنهم، احنا كنا ننتظر يوم المباراة. شريفة كنا ننتظر يوم المباراة، يعني تحسب اليوم الجمعة، تحسب الاسبوع كله في سبيل حتى توصل يوم المباراة. كان اكو شغف بالموضوع. ممكن اخر تفكيرك هو يكون تفكير المادة. وشوف انه كان منتخب اليف، منتخب باء، منتخب جيم، منتخب الرديف، فوفر باللاعبين لان هو يحب اللعبة، يحبها، يحب يمارسها، يحب يقدم، يحب. فكان الشغف موجود. اعتقد انه الشغف حاليا قل، وهذا انعكس بالسلب على المباريات. اللاعب يدخل المباراة ما حاب يدخل المباراة، فتشوفه يعني مزاجه وحتى متعكر. هذا موضوع ايضا مهم جدا من كابتن واسم كبير. اليوم حتى اللاعبين نشوفهم يعني ما يحضر للمباراة بشكل جيد، تشوفه هو سهران الليل كله. يعني حتى وصلت الحالة في بعض اللاعبين للأسف الشديد، لاعبين أندية تلقاه مسوي بث على برامج التواصل الاجتماعي لحد الساعة 4 الصبح، وهو عنده ثاني يوم مباراة. يعني فحتى طريقة التحضير، أنا يعني مثل ما سامع من كثير من النجوم أنه سابقا قبل يوم كان يحضر للمباراة، شلون وين أوقف، شلون ممكن أستغل الفرصة، بلكي أنزل لو ما أنزل، يعني يكون كل تفكيره في المباراة. بعض اللاعبين من تناقشوا بهذا الموضوع يقول لك هذا موضوع شخصي. لا، هو مو شخصي. أنت مو ملك نفسك، صح. أنت ملك الجماهير، ملك النادي، ملك الجمهور. نعم. فأنت لا تصور أنه أنت ملك نفسك، لا، هذا مو صحيح. أنت اترك اللعبة، اتركها وروح أنت بعد أوقات 5 الصبح. وأيضا هذا لازم إدارات الأندية تراقب هذا الأمر وتأكد عليه، وتفرض غرامات مالية وتفرض أمور على اللاعبين اللي يسهرون ويأثرون بالسلب على أداء ونتائج الفرق. نعم. كابتن، أنت أخذت تجربة وهي خطوة شجاعة من قبل نجم رياضي، لاعب إلى تأثيره في الوسط الرياضي، أيضا إلى محبيه ومتابعيه، وهي الانتخابات مجالس المحافظات. كيف تقيم هذه التجربة؟ التجربة بالنسبة لي أعتبرها ناجحة، لكن بها مساوئ وبها سلبيات وأمور ما كنت يعني أتوقعها.
شوف انت من تدخل انا الرقم اللي جبته بال 603 بالعام و157 بالخاص، يعني الرقم كله 760 صوت. نعم. لكن 760 صوت اوجه لهم تحيه من خلال منصتكم لكل شخص ادلى بصوته، وكل شخص شريف. نعم. وكل شخص ما قدمنا له لا مبالغ ماديه، لا كارت ابو الخمسه، لا 25,000. فقط يحبون الكابتن. كابتن يعني حتى بطانيات ما وزعت؟ بطانيات نروح ناخذ اتصال ونرجع نكمل هذا المحور. معي اتصال هاتفي من الحاج نور عضو رابطة جماهير نادي كربلاء. اهلا ومرحبا بك كابتن. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. الله يحفظك. حبيبي كابتن، تحياتنا لك. حبيبي كابتن نور. كابتن نور، اليوم شنو رأيكم بالتسمية الجديدة وتحضيراتكم كجماهير كربلاء لمباراة الميناء؟ والله صراحة تدري يعني ظروف الدوري وظروف اللعبات، يعني اللعبة ترتاح، اللاعب يرتاح 3 أيام ولعبة 3 أيام ولعبة، تعرف لاعبين ما متعودين على هيك أجواء وهيك، يعني يعرف الكابتن محمد. صحيح كلامك صحيح. ايوه احنا يعني كنادي كربلاء اذا اريد نجيب لاعبين سوبر فماكو امكانيه لاعبين سوبر. نعم. امكانيه راد من 5 مليارات وفوق، يلا تجيب لاعبين سوبر. نعم. ولاعبين المنتخب. صحيح؟ نعم. تدري اللي يعني اللي يقدرون عليه جابوه، رغم اللي بالبدايه الدوري يبدو أنه هناك خلل في الاتصال. شكرا جزيلا للحاج نور أحد مشجعي وأعضاء رابطة جماهير نادي كربلاء، وأكيد احنا نتمنى التوفيق لنادينا ونتمنى التوفيق للكادر التدريب الجديد، وسنكون جميعا مشجعين وداعمين وساندين لنادي كربلاء، وإن شاء الله نحقق النتائج الإيجابية ويعود نادي كربلاء إلى سكة الانتصارات مرة أخرى. وأعود أيضا للكابتن فؤاد جواد، وتحدثنا على طاري التوزيعات وكذا المرشحين. أنت ما وزعت ولا سويت شيء. بس أعقب على كلامك حاج نور. أنا أوجه كلمة للجماهير وللشارع الرياضي: الصبر. لازلنا بداية المشوار. نعم. حتى بالموسم السابق كانت بداية نادي كربلاء متعثرة، و5 إلى 6 مباريات ما حقق نتيجة، لكن كربلاء وصل للمركز الثامن. فأدعو كل الجماهير وكل الشارع الرياضي وكل أنهم يصبرون على نادي كربلاء. وأيضا أوجه كلمة لكل المسؤولين أنه يدعمون نادي كربلاء، لأن نادي كربلاء هو نادينا الأم، هو نادينا صاحب الفضل علينا كلنا، يحتاج الدعم ويحتاج يوفروا له الأموال حتى إن شاء الله بالانتقالات القادمة راح يقدرون يستقطبون لاعبين على أكيد إن شاء الله. احنا أيضا ما نريد نطول على المتصل. الحاج نور عاود الاتصال مرة أخرى. تفضل كابتن. كان حلو تسمعني عزيزي. أنا سمعك تفضل. بس انا اذا ما قاعد اسمعك واضح، بس يعني نعم اعطيك اللي يعني اللي داخلي. تفضل. الموضوع اللي احنا من زمان كجمهور نادي كربلاء متضررين من زمان. نعم. يعني من زمان هذا موضوع، يعني مع احتراماتي لكل لاعب خلاص للشعار من زمان هو ضعيف. ما عدا اسم لاعب، وخاصة احنا كما نادي كربلاء. نعم. يعني اسمعك كابتن، اسمعك. ايوه يعني احنا مع احتراماتي البعض اللي قليل. كابتن احنا اكيد يعني هذه المرحله انتهت ونفكر بالمرحله القادمه. وعلى طاري الولاء، اعتقد يعني شرف لكل لاعب ان يمثل نادي كربلاء وشعار نادي كربلاء، ومن خلال نادي كربلاء انطلق الكثير من اللاعبين الى النجوميه ووصلوا الى حتى مبالغ ما شاء الله، اشتروا بيوت واشتروا فلل من خلال نادي كربلاء ومن خلال شعار نادي كربلاء. فلذلك هي شرف ويعني مسؤوليه لكل انسان ان يمثل نادي كربلاء وشعار نادي كربلاء. كابتن، التجربه كانت يعني تعتبرها ناجحه، هل ممكن أن تعيد هذه التجربة مرة أخرى؟ طبعا أعيدها، لكن أنا أوجه رسالة. نعم. أنا شفت بعض الأسماء، أسماء اللامعة، الأسماء الكربلائية، نعم،
اللي كانوا بعض المسؤولين اللي موجودين كانوا يتمنون انه ينزل وياي الملعب ياخذ صوره. اشوفه مع الاسف. خلي لك قيمتك وخلي لك تقديرك واحترامك ولا تنحاز لمصالحك الشخصيه. نعم. كنا نتمنى سواء اني كفؤاد جواد او تحياتي للاخ ابو جنان، تحياتنا للاستاذ علي فاضل. كنت اتمنى انه حتى انه اني كان الاستاذ علي فاضل شخص رياضي انه يقود هذه المرحله. الرياضيين خسروا انه شخص رياضي مثلهم، راح نروح لمجالس المحافظات وما راح نلقى اي شخص بلجنه الشباب والرياضه، وراح نروح لبعض الشخصيات نحكي لها على معاناتنا ونقعد نعيد الماضي ونقول يا ريت انه اكو رياضي يمثلنا بمجلس المحافظة. فأعتقد أنه تجربة جديدة حلوة، تجربة جيدة وراح أكررها إن شاء الله. قدرنا نقنع 760 هاي الانتخابات مجاني، فيجوز هذا يصيرون 7600 إن شاء الله. أكيد أنت تستحق التوفيق طبعا، أنت اسم كبير يعني. خلي يكون عندنا إحنا رياضيين مشتتين، مو ايد وحده، كل شخص بيده يحاول انه يدور زلات الاخرين للاسف. فان شاء الله نتوحد بالمرات القادمه، وان شاء الله نكون ايد وحده، وان شاء الله نختار ممثل يمثلنا بالانتخابات القادمه. اكيد ان شاء الله نتمنى ذلك. كابتن، شنو موضوع شهاده برو؟ انا سابقا علقت لك على الموضوع. كانت شهاده برو يعني نادي كربلاء انطاني للتمثيل، انطاني قبل الموعد بيوم، ورحت للاتحاد. نعم. قدمت اوراقي. فاللي كانوا اللي مقدمين حتى احنا نكشف الاوراق امام الجماهير، اللي ماخذين كتب رسميه من نادي كربلاء. يعني انا ماخذ كتاب رسمي، كابتن صاحب عباس ماخذ كتاب، كابتن عباس عطيه ماخذ تأييد، وكابتن حسن عباس ماخذ كتاب من الاتحاد الفرعي. احنا 4. نعم. كابتن حسن عباس قالوا انه يصير من الاتحاد الفرعي لازم من نادي كربلاء. كابتن صاحب سبقنا، يعني احنا ما نقول الموعد نفس الموعد. نعم. كابتن صاحب عباس كان مسافر يكمل دراسة الماجستير وان شاء الله الدكتوراه، وان شاء الله نشوفه بعد. كل التوفيق للكابتن صاحب عباس. ما صار الامر. بقيت اني كان اكو الاتحاد العراقي كان يقدر استلم اني واروح للدوره. نعم. لكن كان اكو عائق مهم، انه كاتبين الكتاب مدرب نادي كربلاء السابق. الاتحاد العراقي راد فقط تكتب مدرب نادي كربلاء. فاللي كاتبين بالكتاب اذا تشوفون معروض هو هسه تلقوا بصفحه نادي كربلاء، نؤيد لكم بان الكابتن فؤاد جواد هو احد مدربي نادينا بكره القدم للموسم كذا، المدرب السابق لنادينا مكتوب. فعلقوا الاتحاد على هذا. اما بتفاصيل انه لو بس انا مقدم الكتاب لا اروح حتى وان كان السابق، مجرد الاتحاد يريد يعني مجرد خطا اداري. ما اتصور انه ما كان يريد. وهذا الامر لازم احنا ننساه ونترك خلف ظهرنا ونفكر بالمستقبل. وانا مدرب الايام القادمه امامي، وما دخلتها هذا الموسم ادخلها الموسم القادم، فما نريد نسوي ضجه اكبر. ويعني خلينا احنا شوي الرياضيين نفكر بإيجابية. إن شاء الله. أنا ما متشائم، صح أنا زعلت وخذت على خاطري، لكن بالنهاية إن شاء الله الفرص قادمة، وإن شاء الله نشوف الكابتن فؤاد جواد حصل على شهادة البرو. معي اتصال هاتفي. ألو مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. صارت حبيب إن شاء الله. الله يسلمك. ألو وياك اسمعك. تفضل كابتن. معي ضيف الحلقة الكابتن فؤاد جواد. لا بدر جعفر مستمع. اهلا ومرحبا بك فؤاد بدر. اهلا وسهلا. عاشت فيكم على هذه الحلقه وعلى هذه التوضيحات. الله يسلمك. الكابتن مريت على الانتخابات. الله يسلمك. حقيقه انا بعد ما استماع هذه الحلقه مو دائما حقيقه استمع برامجكم، بس المره لحيت اني اسمع هاي اللقاء الحلو القريب مع الكابتن السيد. شكرا جزيلا لك. حقيقه انا بالنسبه للكابتن طلب 5 مليار ودعم هاي. نعم.
شوف قد يكون مو بالدعم، كابتن شلون يكسب اللواعي، شلون يجمعهم، شلون يصير عندهم اراده. نعم. اذا تلاحظون بالفتره الاخيره الناشئين اليمني يمكن ما عندهم ربع مليار، صح. ولا 100 مليون دولار، ولا 10 مليون دولار، ولا مليون دولار. نعم. وخذوا كاس اسيا والسعوديه يمكن تملك المليارات اللواعي لها. صح. اذا اكو اراده واكو لحمه قويه واكو توكل على الله، تاخذ تطلع وتطلع نادي كربلاء باحسن وجه. احنا شو احنا اي لاعب يصير زين، يصير عنده جناحات يطير بالانديه مال الخليج، يروح بالانديه مال الدول، يروح ماكو يعني الكارتي شلون يحتوي مثلا على هذا الفريق ويخلي فيه عشاق له، ويخلي فيه مثلا حتى اذا صاروا فيه ناس اقوياء، ناس لواعب ما يهاجمون، يعني اي واحد يجي اغراض ويطلع يروح غير نادي. صح. فاحنا الكابتن والاداره مال هذا هي مثل ما قد يكون نقص اموال صحيح، وراتب ماكو صحيح. نعم. ولكن مثلا انا لازم يصير عندي 5 مليار واروح ادور لاعبين، بعد لاعب كربلاء مين يجي يلعب ويتقوي ونطلع هاي الكفاءات الموجوده عندنا بكربلاء ومناطقنا. نعم. فانا اتمنى انه نركز على الكارتن، يركز شلون نعم. يحتوي لواعيبه وشلون يجمعهم. وهذا ترى المزاوده والحسد وكل واحد يريد ياخذ، هاي موجوده في كل مكان. نعم. بس كل اللي يطلع نقص ويحتوي لواعيب وتصير قدوه. هذا عارف احنا جت عندنا لواعيب مدربين نفتخر بهم من العراق من قديم، نقول فلان وفلان ونجيب اسمائهم. احسنت يا استاذ بدر، وحقيقه مداخلتك مهمه جدا، واشرت الى موضوع انه اليوم مو فقط الاموال هي اللي توصل اللاعب او المدرب. نعم. الاراده والشغف، وهذا ما ذكره الكابتن ايضا. يشتغل محافظته، يشتغل بالنادي مالته، تصير هاي اللي هذا. شكرا جزيلا لك استاذ بدر، شكرا لهذه المداخله. طبعا مثل ما ذكر الاخ بدر انه اليوم احنا مو فقط الاموال، ايضا الشغف، وانت ايضا ذكرته في حلقه هذا اليوم. طبعا انا المخرج جاي اشر لي انه حلقه اليوم شارفت على الانتهاء. حقيقه حلقه ممتعه جدا، انا استمتعت، وكان لي الشرف الكبير جدا أن اليوم أستضيف قامة رياضية واسم كبير مثل الكابتن فؤاد جواد ضيفا في حلقة هذا اليوم. كابتن، أكرر الشكر مرة أخرى لقبول الدعوة. شكرا جزيلا لك استاذ حيدر، شكرا للاخ المخرج، وشكرا للمستمعين واللي كانوا موجودين. فرصة سعيدة جدا، وان شاء الله تمنياتي لك بالتوفيق. ما نقول انت حكم، احنا نقول مقدم مبدع، وان شاء الله نشوفك بافضل القنوات ان شاء الله الرياضية. انت تستحق. شكرا جزيلا، شهادة اعتز بها من اسم رياضي لامع ونجم كبير. وأحبتي المستمعين الكرام، طبعا في ختام حلقة هذا اليوم لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك واتصل وداخل وعلق أيضا على حلقة هذا اليوم. وحتى ألتقيكم في حلقات أخرى، تقبلوا تحياتي. أنا في الإعداد والتقديم حيدر الطائي، وفي الإخراج ضياء الحسناوي. إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء. يا يوم غيرتك